السلام عليكم ورحمة الله. سنتعرف نحن وإياكم في هذا الفيديو على بعض التسريبات والتوقعات للحلقة الثانية من مسلسل دروب الملقرة الجزء الثالث. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى ذكر الله والصلاة على النبي والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. أولا وكما عودناكم سنتعرف نحن وإياكم على ملخص سريع للحلقة الأولى من المسلسل. ذهاب رشا وأم جراح إلى الديرة لإخبار الشيخ صقر وشاهين بأنه تم قتل فزاع، ولكن عندما ذهب شاهين والشيخ صقر لم يجدوه وكان قد هرب، لكنهم بحثوا عليه ووجدوه وسلموه للشرطة. ظهور شخصية جديدة تسمى الشيخ رشاش، ويبدو أنه سوف يكون أحد الأشرار في المسلسل، وقد قام بقتل أحد موظفيه لكن الخادمة كانت تراقب وقد حاول تهديدها وقتلها. أرسل رشا وشاهين. ظهور الشيخ صقر. ظهور أبرز الممثلين وهي الحلقة الأولى والتي أظهرت جميع الممثلين. بداية موسم جديد، حلقة تعريفية. ظهور زوينة ومقناص وعودة حنين الحب بينهم. ظهور جراح وأمه وراح يروحون على المدينة ويغادرون الديرة، وتمنت أم جراح رؤية فزاع وهم يدمونه. ظهور فزاع في المستشفى. وصول مندوب الآثار من قبل الدولة إلى قبيلة الشيخ صقر لأخذ الآثار التي تم العثور عليها في الجزء الأول كما قلنا، وأخذها من فزاع. ولكن المفاجأة أن فزاع يتصل بالأقرب ويكلفه بمهمة مع باقي عصابته. الأقرب يذهب ويأخذ المال ومجموعة من الرجال من أجل التقطع لمندوب الآثار، وهي المهمة التي أوكله بها. نهاية الحلقة على صعيد ساخن. التسريبات في الحلقة الثانية. المجموعة التي مع العقرب سوف تحاول عمل كمين لمندوب الآثار، ولكن هناك حماية من قبيلة الشيخ صقر، وسوف تحدث اشتباكات كبيرة مع محاولة إصابة الموتور الذي يتواجد فيه شاهين. انتظرونا في الفيديو القادم تفاصيل أكثر. لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله.